ولكن ساعات كتير الواحد في رمضان بيضيع وقت كتير في خروجات مع الصحاب، وما بعد الفطار وما قبل التراويح وما بعد التراويح وما قبل السحور وخروجة السحور وافطار السحور. الحاجات دي بتستنزف من وقت الواحد وبتستنزف من مجهود الواحد، اللي ممكن يضيع مني رمضان او يضيع مني الروحانيات اللي انا ببقى عايز اطلع منها خلال رمضان. المهم النقطة اللي عايز اقولها ان لأي واحد عايز يحقق حاجة وعايز فعلا يوصل لاخر رمضان بتحقيق حاجة كبيرة، سواء كانت في الصحة او في روحانيات وعلاقتي بربنا او في حاجة تالتة انا بفكر فيها، كده لازم اضحي، كده لازم اجي على حاجة على حساب حاجة. فانا بكل بساطة لو ما ضحيتش عشان اهدافي والحاجات اللي انا عايز احققها، في المقابل انا بضحي باهدافي علشان حاجات تانية. فهنا لازم اقدر اتعلم ان انا امتى اقول انا هعمل الموضوع ده وده مناسب لللايف ستايل ومناسب للهدف الكبير اللي انا عايز اطلع منه برمضان، وامتى ان انا اقول لا ده مش مناسب ليا، ده هيعطلني. لان فعلا العزومات الكتير والخروجات الكتير والفطار بره الكتير بيضيع من الوقت ومن الروحانيات ومن التركيز اللي ممكن يخلي الواحد شوية يتعطل خلال رحلته في رمضان. فمش بقول ان احنا نوقفها خالص او نمنع العلاقات والزيارات العائلية ولا زيارات الصحاب ولا الخروجات، ولكن تكون بقدر يخلي الواحد يقدر يحقق الاهداف اللي هو عايزها في جوانب حياته المختلفة.